السلام عليكم. اليوم درس عن شهر رمضان. صحيح آخر أيام بس بال160 طلبوا عبارات رمضانية و40 عن الحب. شهر رمضان بالبشتو دروجي مياشت يعني شهر، روجا يعني صوم، دروجي مياشت يعني شهر رمضان. روجا يعني صوم واحد، روجي صيام. روجا فمسلمانانو فرض ده، روجا فمسلمانانو فرض ده. نحن نقول فرض لا نقول فرض يعني العربية لغة ضاد صعب علينا. فقط اللي عوام الناس يقولون فرز، وشيوخ اللي دارسين العربية هن ينطقون مثل العرب فرض. روجا مسلمانان وبارز ده يعني الصيام، عفوا الصوم فرض على المسلمين. روجي صيام. ده رمضان مياشت ورزي طول روجي دي، ده رمضان مياشت ورزي طول روجي دي. يعني أيام شهر رمضان الكل صيام، يعني يجب الكل أيام شهر رمضان نصوم. أيام شهر رمضان الكل صيام، هذا معناها. ده رمضان مياشت ورزي طول روجيدي. سحور ماذا نقول بالبشتو؟ تشربانجي، له بالبشتو 4 أو 3 أسماء. چربانگه يعني سحور، بيشمانه يعني سحور، بيشلمه أيضا سحور. بيشمانه البشتونيين اللي بباكستان كثيرون، وبعض چربانگه. وفيشلمه في أفغانستان وچربانگه، يعني فيشلمه وچربانگه هؤلاء اسمين في أفغانستان، وبيشمانه وچربانگه في باكستان. 3 أسماء يعني سحور. زيني خلقو تا چربانگه کول دير گرانوي، زيني خلقو تا چربانگه کول دير گرانوي. لبعض الناس السحور، الأكل السحور صعب جدا. صحيح بعض الناس لا يستطيعون. في هذا رمضان أيضا أنا بعد صيام بل أكثر لم أستطيع أصوم، عفوا أفيق أقوم أستيقظ للسحور. زينو خلقو تا چربانگه کول دير گرانوي. لبعض الناس السحور صعب جدا. زينو تا بيشلمي تا پاتسيدل گرانوي. أنا قلت لكم بيشلمي، چربانگه وفيشمانه 3 أسماء، لهذا السبب 3 سأتي بهم في الكلمات لكي تعلم. زينو تا بيشلمي تا پاتسيدل گرانوي، زينو تا بيشلمي تا پاتسيدل گرانوي. للبعض صعب أن يفيقوا أن يستيقظوا للسحور، نفس المعنى. بيشلمي بيشمانه كولوكي دير بركات دي. تستطيع تقول بيشلمي كولوكي دير بركات دي، يعني أو تستطيع چربانگه كولوكي دير بركات دي، أو بيشماني كولوكي دير بركات دي. بيشمانه كولوكي دير بركات دي حديث شريف، يعني في السحور البركة جدا، في السحور البركة جدا، كما الحديث شريف، يعني في حديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. فلهذا عندنا هذا عبارة مشهورة، بيشماني كولوكي دير بركاتي، بيشماني كولوكي دير بركاتي، أو نقول چربانگي كولوكي دير بركاتي، أو بيشلمي كولوكي دير بركاتي، نفس المعنى، يعني في السحور بركة جدا. ماذا نقول للفطور للإفطار في البشتو؟ روجماتي.
روجا يعني صوم، ماتي يعني كسر. روجا ماتي يعني كسر الصوم. عندما واحد يكسر الصوم يعني يخلص الوقت ويكسر. روجا ماتي يعني إفطار، فطور. دماخام أذان مخكي نكيجي. روجا ماتي دماخام أذان مخكي نكيجي. الإفطار أو فطور قبل أذان المغرب لا يجوز. لا ينبغي واحد يفطر قبل ما يسمع أذان أو قبل الأذان أو قبل الوقت أيضا، لأنه في بعض علاقات مناطق يمكن ما تسمع أذان، فأنت لست مجبور، أو هو يكون وقت المغرب، وقت الأذان صاير بس لم تسمع أذان، المسجد بعيد في بدو من بعض مناطق أو بعض الدول هكذا لا يوجد مسجد أو لا يوجد أذان أو لا يخلون الدولة كي يؤذن، فعليك بالوقت كما علمنا الشريعة. فهذا يعني عندنا عبارات المشهورة، expressions phrases، هؤلاء التعبيرات يعني عن رمضان الذي مشهورة عندنا جدا عن رمضان. دماخام أذان مخكي نكيجي روجا ماتي دماخام أذان مخكي نكيجي، يعني لا يجوز قبل الإفطار، لا يجوز قبل الأذان المغرب. يعني هو قصده ليس بالزبط أنه أذان إجباري يجب عليه كما أشرحت لكم كما قلت لكم، يعني قصده أنه الوقت وقت المغرب. روجماتي داسي وي لقد ما خام اختر. روجماتي داسي وي لقد ما خام اختر، يعني إفطار. مثال الفطور كالعيد في المغرب كل يوم، كالعيد كل يوم في المغرب، كالعيد في المغرب. هذا عندنا مشهور عبارة. روجماتي داسي وي لقد ما خام اختر. روجماتي داسي وي لقد ما خام اختر، يعني مثال الفطور، مثال الإفطار في رمضان كالعيد في المغرب، في وقت المغرب كل يوم. أخيري لسمدا، هذه آخر عشرة، يعني الرمضان كيف مثلا أول عشرة، ثاني عشرة، ثالث عشرة، الآن مثلا نحن في الثالث عشرة، فنحن نقول أخيري لسمدا. أخيري يعني آخر واحدة. أخيري لسمدا يعني هذه آخر عشرة. دام ياش دتسودا في آخر عشرة، هذا العبارات في آخر عشرة بدك تسمع. هؤلاء العبارات، هذول العبارات ستسمع في آخر عشرة كما نحن فيه الآن. دام ياش دتسودا يعني هذا الشهر للكم يوم، يعني 29 28 كم سوف سنصوم أو 30. دام ياش دتسودا هذا الشهر لكم يعني للكم يوم. دام ياش دنه ويشتو كيديشي. دام ياش دنه ويشتو دا كيديشي. هذا الشهر ل29 يمكن، هذا الشهر ل29 يمكن، أو هذا الشهر ذو 29 يمكن. دام ياش دنه ويشتو دا كيديشي يعني يمكن. داروجا دير زر لاڑا. هذا الشهر، هذا رمضان، هذا الصيام، هذا رمضان راح، ذهب بالسرعة، قد ذهب بالسرعة. كثير الناس يعني سبحان الله، شهر البركة، صغار كبار، شباب بنات أولاد كبار كلهم يقولون لما تخلص رمضان بآخر عشر ستسمع كثير، عندنا كثير دارو جدير زرلاڑا، يعني هذا الشهر، هذا الصيام، هذا رمضان قد ذهب بالسرعة. يعني يقول يعني سترى في وجهه حزن،
من أجل ذهاب الرمضان، يعني يحبونه الرمضان جدا، يقولون دارو جدي رزرلا بالغم، يقولون يعني غما يقولون لك، لا كأنه هو تعبانين منه. هذا في آخر عشرة في البشتونيين، هذا عبارات تسمع كثير، دارو جدي رزرلا. هذا الرمضان ذهب بالسرعة، قد ذهب بالسرعة. نا ده دير شو ده، نا ده دير شو ده، لا هذا ذو 30 أو ذو 30. نعم ده دير شو ده، هذا ذو 30، يعني هذا الشهر ذو ل 30 يوم. روجا لا زبصير دير خفايم، روجا لا زبصير دير خفايم. قد ذهب رمضان وأنا حزين جدا عليه. قد ذهب رمضان وأنا حزين جدا عليه. رجاء عندنا الصوم عندكم بالعربي، أنا قلت لكم انتبه، يعني للبشتونيين أيضا سبحان الله، أقول للتلاميذ البشتونيين لما أعلمهم العربي، هم دائما هذا الحكي يقول لهم، وللعرب أيضا انتبهوا، يعني الصعوبة في البشتو. كيف تتعلم الصعوبة؟ تعلم كلمات مذكر ومؤنث بس، هذا الصعب، أصعب شيء. أنا سبحان الله حتى الآن لما أتكلم مع أخواني أصدقاء العرب، ف سهوا أقول لهم يعني بالغلط اسم مذكر للمؤنث ومؤنث للمذكر. لماذا؟ لأنه في مخي أنا بشتوني، في مخي هنا مؤنث هو، وفي العربي هو مذكر. مثلا روجا عندنا في البشتو روجا اسم مؤنث روجا، وعندكم بالعربي صوم يعني مذكر طبعا. فلهذا نقول الروجا لا زبس يدير خفايم ذهبت. هكذا سوف أترجم لكم الروجا، لأنه عندنا مؤنث لغوية معناها هكذا. روجا لا زبس يدير خفايم، ذهبت صيام وأنا حزين جدا. فأنتم عرب عندكم ليست المؤنث مذكر، فأقول لكم ذهب صوم، يعني ذهب رمضان وأنا حزين جدا عليه. لكن هنا روجا عندنا يعني مؤنث. فانتبهوا، هذا كلمات بس تعلمت صعب سهل بال180 المشكلة انحلت. دادا عبادتونو مياشتا، دادا عبادتونو مياشت دا، هذا شهر العبادة، هذا شهر العبادة. في آخر 10 كثير تسمع سبحان الله، في كل رمضان تسمع، بس في آخر 10 كثير هذا تسمع، لأنه كلهم حزينين. لماذا ذهبت بالسرعة؟ هذا شهر العبادة الذي نعبد أكثر. كنا كل واحد يعني لو يعرف شوي بالدين قليل أيضا، فيكون تلاقي الحزن، ستجد الحزن في الوجه من أجل ذهاب رمضان. دادا عبادتونو مياشتا، هذا شهر عبادة، بايد دير عبادته كلو، بايد دير عبادته كلو، يجب نعبد جدا، يجب نعبد كثير، بايد دير عبادته كلو، بايد دا قرآن مياشتا، دا قرآن مياشتا، هذا شهر القرآن، دا قرآن مياشتا، هذا شهر القرآن. بايد دير تلاوت وكړو، بايد دير تلاوت وكړو، يجب نتل القرآن جدا، يجب نتل القرآن. راځئ چې په الله ځان وبخو، راځئ چې په الله ځان وبخو. هيا تعالوا نجعل أنفسنا نجعل أنفسنا أن يغفر لنا ربنا. مثلا هيا لكي مثلا نستعد أنفسنا، حالنا لأي شيء، للمغفرة الله سبحانه وتعالى. هيا مثلا أليس هذا الشهر العبادة؟ أليس هذا شهر القرآن؟ فهيا تعالوا
لكي نستعد، لكي نجعل أنفسنا مستحق، أي مستحق للمغفرة. هيا تعالوا لكي نكون مستحقين للمغفرة على الله سبحانه وتعالى. هيا لكي نجعل أنفسنا من أجل العبادة، يعني بفضل الله بإذن الله، لكي نكون مستحقين للمغفرة. راځئ چې په الله ځان وبخو. زما روجه ده زه جنګ نه کوم. زما روجه ده زه جنګ نه کوم. أنا صائم، أنا لا أتقاتل، أنا لا أتقاتل، أنا لا أقاتل، أنا لا أجادل، أنا لا أتحدث حديث الجدال. زما روجه ده زه جنګ نه کوم. أنا صائم، أنا لا أريد قتال، أنا لا أريد جدال، أنا ما بدي أتخاون خيو، أنا صايم خيا، أنا ما بدي أتخاون. زه روجایم، جګړه نه خوښوم. زه روجایم يعني زما روجه ده أنا صايم. أيضا تستطيع تقول زما روجه ده يعني الصيام لي، الصوم لي، يعني هكذا معناها لغوية، لكن قصده أنا صايم. زما روجه ده يعني أنا صايم. كيف تقول أنا صايم بالبشتو؟ تقول زما روجه ده أنا صايم. وأيضا تقول زرو جيم. زرو جيم يعني معناها لغوية أنا صوم، قصده أنا صائم يعني أنا صوم. زرو جيم يعني أنا صوم، معناها كل حياتي، كل نفسي، كل حالي سويته، يعني كل شيء في هذا الشهر اللي كأني أنا بنفسه صوم. يعني لا 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 لا، أنا صوم، معناها أنا الصوم، أنا صوم يعني أنا صايم. زما روجده بالبشتو تقول أنا صايم، زما روجده، أو تقول زروجيم، زروجيم أنا صايم. زروجيم، زروجيم جګړه نه خوښوم. زروجيم جګړه نه خوښوم. أنا صائم، لا أحب القتال، لا أحب الجدال. جنگ أيضا قتال، جدال، بأس. جګړه بأس تخاون. والجنگ شوي أكبر. زما روجه ده جنگ نکوم. أنا صائم لا أتقاتل، لا أتجادل. زروجيم جګړه نه خوښوم. أنا صائم لا أحب الجدال. آیا ستا روجه ده؟ آیا ستا روجه ده؟ هل أنت صائم؟ آیا ستا روجه ده؟ هل أنت صائم؟ أو زروجيم، أو زروجيم، نعم أجل أنا صائم. أو زما روجه ده، أو زما روجه ده، نعم أجل أنا صائم. ولې دې روجه ماته کړه؟ ولې دې روجه ماته کړه؟ لماذا أنقضت؟ لماذا كسرت؟ مات يعني تكسير. لماذا كسرت الصوم؟ كسرت الصوم يعني لماذا أنقضت الصوم؟ يعني ترى واحد مثلا في الصيام في شهر رمضان يأكل ويشرب، ولد روجه ما تكره في البشتو تقول ولد روجه ما تكره، فيها معاني كثير. يعني لماذا أنت لست صائم؟ لماذا لم تصوم؟ لماذا أبتاكل؟ لماذا؟ بس معناها لغوية، لماذا كسرت الصوم؟ فيها معاني إنه لماذا أنت لست صائم. زه ناروغ دوا خورم. زه ناروغ دوا خورم. أنا مريض، أنا مريض، أنا مرضان، أشرب دواء. لكن أنتم بالعربي تقول أشرب دواء، ونحن نقول أكل دواء. زه ناروغ دوا خورم، أنا صائم، أكل دواء. أكل الدواء ما بتاكل، لم يتأكل، يعني لن تتأكل هكذا. بالعكس هي تنشرب، لكن نحن نقول دواء أخرى، يعني كل علاجك، كل دواءك.
دواء، نحن لا نقول أشرب. سبحان الله، بيدي سترى الماء ويقول لك أنا آكل الدواء. سبحان الله. هذا يعني عندنا هكذا، لا نقول نشرب. يشرب يقول دواخر. كما في قصة جالوت يقول ومن لم يطعمه فهو مني. جالوت قصة في القرآن في طالوت وجالوت، لما المسلمين يريدون يذهب إلى الجهاد، إلى القتال، وأمير المؤمنين المجاهدين يقول له لا تشربوا من هذا النهر، كما قال تعالى في القرآن، وهو الماء، لكن يقول ومن لم يطعمه، أي واحد لم يأكل الماء ما بتاكل. بس سبحان الله بالعربي كمان يأتون هذا بعض الأمثلة. فنحن لا نقول أشرب ماء دواء، ما يأكل يشرب هيك يقول دواء خرم، أنا أشرب دواء خرم يعني آكل، لكن قصده أشرب. زنا روغيم دواء خرم، أنا مرضان، أنا مريض، أكل دواء، أشرب دواء. أذان تسمر وأخباتي دي، أذان تسمر وأخباتي دي. كم ظل الوقت الأذان؟ بعض الناس ترون بعد الصلاة العصر أي واحد يشوف، أي واحد يرى يقول أذان تسمر وأخباتي دي. كم ظل الأذان؟ كم وقت ظل تم للأذان لوقت الأذان يقول يعني كم؟ شوان بيقولوا كنت أضحك كتير لما أول مرة سمعت من واحد رفيقي شامي، هو في رمضان الماضي من سنتين 2020 في وقت الكورونا، كان يسأل عن أخوه أو ابن عمه، يقول الضيف ليأذن، الضيف ليأذن، الضيف ليأذن، يعني قديش في ليؤذن في الشامية. هاي في اللهجة الشامية، لكن هي في اللهجة الشامية كمان هي يقال لها مشرمحي، الضيف ليؤذن. كنت دائما أقول له، أو أنا ما لم أعرف معناها، كنت أقول ما معنى يعني الضيف ليؤذن، الضيف ليؤذن. الثاني قال كم ظل من الوقت حتى يؤذن يا أخي الأوغاني، هكذا كان يقول لي. فدائما هذا الشاب لما أشوفه يا هو إذا يذكرني بهالكلمة يا أنا بدون رمضان الضيف لا يؤذن أبغاني، لأنه أنا ضحكت أول ما سمعتها كثير. هذا معناها الضيف لا يؤذن. كم ظل من الوقت، كم بقي من الوقت حتى لا يؤذن، الضيف لا يؤذن، قديش في لا يؤذن، الضيف لا يؤذن. هكذا شوام سوريين يقول كثيرين. فنحن أيضا عندنا هاي عبارة مشهورة في بعض الناس، سبحان الله، بس بده يسأل، أي واحد يرى في الطريق لو يعرفه أو لا يعرفه يقول كم ظل الوقت للأذان، كم وقت للأذان، كم ظل يعني. فكيف تقول بالبشتو الضيف لا يؤذن؟ ستقول أذانتا تمر وقت باتي دي، أذانتا تمر وقت باتي يعني معناها لغوية للأذان كم بقي من الوقت، أو أذانتا تمر وقت باتي شو كم يبقى، أو كم نندير وقداشوا، نندير وقداشوا. بعض الناس لا يستطيعون يقول نندير وقداشوا. ماذا يا أخي؟ نندير وقداشوا. اليوم طولت كتير، يعني اليوم طولت نهار، طولت كتير، نندير وقداشوا. شبي وقت نندير وقداشوا طولت كتير، نندير وقداشوا طولت كتير نهار. ننديرا गर्मी في باكستان، هند، بنغلاديش، أفغانستان شوي قليل أبرد ما شاء الله، هناك ينزل ثلج، لكن باكستان، بنغلاديش وهند هناك الآن سبحان الله. نحن هنا في تركيا لابسين جاكيتات،
حتى غاز شغال بالغربة. لكن هناك في باكستان الآن يعني باكستان وهند هناك وبعض مناطق أفغانستان حر شوب جدا. رمضان دائما هكذا، يعني هناك 8 7 ونص 7 8 أشهر شوب و5 أشهر شتاء يعني برد. هنا بالعكس بالتركيا 7 أشهر شتاء تقريبا أو أكثر. ننديرة غرميتا. اليوم شوف اليوم حر جدا. نندير تقيم. اليوم عطشان. ډوډۍ نه غواړم. لا أريد خبز، لا أريد رغيف خبز، لا أريد خبز. شربت يا جوس راكا، أعطيني شراب أو عصير. شراب قصده يعني الشراب الحلال اللي مثل العصير مثلا كولا أو شيء. شراب عندنا بالبشتو يعني خمر، دير بالك تقول شراب بالبشتو تيضربوك. ډوډۍ نه غواړم، لا أريد خبز. شربت يا جوس راكا، أعطيني عصير أو كولا أو شيء تاني ماء للشرب، مشروبات. سبحان الله. كما شهر رمضان يعني شهر بركة، شهر العبادة، شهر القرآن، شهر جميل. بس إن شاء الله كل رمضان كل السنة إذا عايشين سنقدم عن موضوع رمضان. يعني لا أستطيع أكمل عبارات عن رمضان، يمكن في 10 دروس لا نكمل، خصوصا عندنا سبحان الله دروس كلمات عبارات عن رمضان جدا جدا. في أحاديث لما بدنا إن شاء الله في القادم سنشرح يعني سنترجم الأحاديث بالبشتو، الأحاديث عن رمضان كما أحاديث وآيات. فهذا يكفي إن شاء الله. رمضان الجاي، رمضان القادم إذا عايشين إن شاء الله درس ثاني عن الرمضان. والدرس عن الحب الذين طلبوا هو لم أستطيع، لأنه بالمية قلت لكم 60 طلبوا عبارات رمضانية. فرح الوجود مجددا برؤياك يا شهر الهدى، وتزينت أيامنا